قلتليش كل حاجة يبقى وصلني البيت أبويا وأنا هقعد لحد ما تشرح لنا كل حاجة. فهنا هو بدأ يتكلم معاها، ولكن هي كانت عارفة إن كل الكلام اللي بيقوله ده كان مجرد كلام عشان يطمنها وتفضل قاعدة. فقالت له أنت بتكذب عليا. وهنا قال لها لو مش عاجبك ارجعي لبيت أهلك، وسابني ومشي. هي فضلت قاعدة شوية في الأوضة وقالت أنا كنت حاسة بضغط كبير جدا عليا وكنت خايفة وبدأت أعيط. فبتقول وأنا قاعدة لقيت باب الأوضة اتفتح وجوزي كان لسه ماشي وكنا لسه قبل العصر. وهنا بقى دخلت عليها بنت كان شكلها غريب، كانت بشرية ولكن وشها كان أبيض وشاحب بدرجة غير طبيعية، وشعرها كان تقيل جدا وطويل ولونه أبيض، وكمان عيونها ما كانتش طبيعية، وكان في حلقات زي الحمرة حوالين عيونها من جوه. هنا طبعا هي اتخضت وقالت لها انت مين؟ قالت لها انا مش جاية اضرك، انا هنا معاكم في البيت من اليوم الاول اللي دخلت فيه، والبيت ده اثري وليه حكايات طويلة جدا معايا. وقالت لها حتى ان الجدران بتاع البيت دي فيها اسرار ما ينفعش تطلع لك، وكأن البنت دي بتقول لها ان البيت ده مسكون من الجن وانا واحدة منهم. قالت لها ان من اول يوم انت دخلت فيه احنا كنا مانعين اطفالنا انهم يطلعوا قدامك، كمان ما كناش عارفين نستخدم الحمامات زي ما احنا عايزين او حتى اننا نخش المطبخ. ولكن هنا بقى قربت منها ومريم بتقول انها اول خطوة خطتها ناحيتها بدأ جسمه كله يتشنج كأن نزلت عليها صعقة من السماء. وقربت منها وقالت لها انت عينيكي فيها حاجة مش مفهومة. وهنا بقى مريم حست بدوار خفيف كده ومرة واحدة وقعت وشافت ان البيت اللي هي فيه نفس البيت ولكن الديكور نفسه مختلف. وهنا بقى الجن نومها مغناطيسيا. الجن عنده قدرة انه ينومك مغناطيسيا سواء انت كنت صاحي لو حتى نايم فهيكون مجرد حلم. ولكن بقى بدأت تفرج مريم على العيلة بتاعة جوزها ولكن وهم كانوا صغيرين، وقالت لهم ان دي العيلة بتاعة جوزك ولكن في الزمن القديم مش دلوقتي. ومريم قالت انها شافت كل حاجة وان البنت اللي معاها الجنية دي ورتها حتى جوزها وهو كان لسه بيتولد. وهنا بقى حست بألم خفيف وصحيت على جوزها وهو بيرش عليها شوية مية. هي كانت متأكدة ان البيت اللي شافته ده هي البيت اللي ساكنة فيه وان كل حاجة شافتها كانت حقيقية. وقالت لجوزها بقى انتوا حصل معاكم كذا وكذا وكذا. وهنا هو عارف ان الجن اللي موجودين معاها حكولها عن كل